قبل ما نبدأ الحدوتة، عمركم سمعتوا صوت في الضلمة وحسيتوا إن في حاجة بتحصل بس مش عارفين من إيه؟ وكان يا مكان ولا يحلى الكلام إلا بذكر الله المهيمن. في بيت بسيط على أطراف قرية هادية قريبة قوي من غابة قديمة، كان عايش فيها 3 إخوات: سلمى وعمر ونور. مش أبطال ولا بيحبوا المغامرات، كانوا ناس عادية خالص زي أي حد فينا، ومعاهم كلبهم لاكي، وكانوا بيلعبوا مع بعض ومبسوطين جدا. بس لاكي ما كانش بيهوهو كتير ولا بيجري ورا كل صوت، بس عنده حاجة مميزة، بيحس قبل ما يحصل أي حاجة. وفي يوم قبل المغرب بشوية كانوا واقفين قدام البيت، الشمس مالت والضلمة نزلت، بس الجو كان غريب، الهوا واقف والغابة ساكتة، سكات مش مريح. لاكي وقف فجأة، ما نبحش ولا هوهو، رفع راسه وبص ناحية الشجر. سلمى لاحظت وقالت بهدوء: لاكي عمره ما يقف كده على الفاضي. نور قرب منه شوية وعمر بص ناحية الغابة كأنه مستني حاجة تظهر، وفجأة صوت خشخشة، مش عالي بس واضح، ولاكي اتحرك خطوة لقدام، وقف قدامهم بالظبط. جسمه كان مشدود وودانه كانت مرفوعة، ونور قال بصوت واطي: ايه ده؟ عمر رد: غالبا ده حيوان بس مش عارف ده ايه، والصوت ده غريب قوي. ثواني عدت بس القلب كان بيدق، ولا حاجة باينة ولا شايفين حاجة. وشوية غصن تقيل وقع على الأرض، مسكوا في بعض من الخوف. وقال عمر بهدوء: ده مش صوت حيوان مفترس. قربوا منه لقوا قطة صغيرة عمالة تعيط وبتنونو، قربوا منها خطوة بخطوة. سلمى قالت لهم: القطة صغيرة خالص، مش بتهاجم ومش بتجري، بس عينها مليانة خوف. نور نزل على ركبته وعمر شد الغصن علشان يشيل القطة، وخدوا القطة وفرحوا بيها خالص. ولاكي رجع خطوتين كأنه بيقول: خلاص الحمد لله. ولا حد اتكلم، والصوت اللي كان مخوفهم اختفى، والغابة رجعت هادية. سلمى بصت للسما وقالت: ربنا كان شايف كل ده. وما قالتش خطبة ولا شرح طويل، بس المعنى كان واضح، إن كل واحد فيهم كان فاهم إن في حد أكبر منهم شايف وحافظ ومسيطر على كل حاجة، هو الله المهيمن. والضلمة نزلت والغابة اختفت في السكون، رجعوا البيت وناموا، وكان قدامهم الكلب لاكي بيحرسهم، والقطة نامت في حضن نور. وفي اللحظة دي ومن غير ما حد يقول، إن كل واحد فيهم كان فاهم إن في حد شايف أكتر وعارف أكتر ومسيطر على كل حاجة، حتى اللي بتخوف. ده هو الله المهيمن. ويمكن الخوف بيجي فجأة من غير سبب باين، بس افتكر دايما إن في رب شايف كل حاجة ومهيمن عليها. اطمن، الله سبحانه وتعالى هو المهيمن، ما بيسيبش حد. ولو القصة عجبتكم اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس علشان تسمعوا حدوتة جديدة كل يوم من حدوتة صغنونة.